هنكمل شغل في العمل على الارتفاعات. وسائل الحماية من خطر السقوط. رقم 2، وسائل الحماية من خطر السقوط ان انا اشتغل على سقالة مفحوصة، تكون مفحوصة وامنة للعمل باستخدام السقالات. تمام. منصة عمل امنة. The scaffolders work platform، ان وجود منصة عمل مؤقتة اللي هي السقالة تم تصميمها وانشائها بالشكل السليم، يجنبنا الحاجة الى استخدام معدات الحماية من السقوط الاخر. انا عملت سقالة كويسة بتحميني انا من ايه؟ يجنبنا الحاجة الى استخدام معدات الحماية من خطر السقوط. مفيش حاجة هتقع من السقالة ولا شخص هيقع. يجب استخدام معدات الحماية من السقوط عند انشاء السقالات وتغييرها وفكها. قالك النقاط الهامة الواجب التأكد منها قبل استخدام السقالة يشمل التالي. ابدا اتاكد من التاكد من ان السقاله تم انشائها بطريقه سليمه، تمام، وانها صالحه للاستخدام بعد فحصها بواسطه اشخاص مؤهلون، انسبكتور. حصل التاكد من انها مزوده بلافتة السقاله الخضراء التي تواضع ان السقاله تقول لك ان السقاله تم فحصها وانها صالحه للاستخدام. ان انا عاوزك تعرف انك مينفعش تطلع على السقاله معهاش الكارت ده، الكارت الخضراء. يكون موجود اطلع على الشغل، مش موجوده متشتغلش. بيجي الراجل بتاع مسؤول السقالات اللي موجود في الموقع ويتم فحص السقالة، لا السقالة تمام، بيحط الكارت. ان انت لازم تعرفوا ان السقالة لازم يكون متعلق عليها كارت خضر. كده بيقول ان دي امنة للصعود، بيتحط عليها كارت خضرا، وساعتها كده هو بيقول انها امنة للصعود او ان انا اشتغل عليها. اول وسيلة من وسائل الحماية من خطر السقوط الترابزين. تاني وسيلة السقالات. في ناس بقى بتقول ان السقالات والترابزين حاجة واحدة فنسموها الترابزين. ماشي، ان دول بالنسبة لنا حاجتين، هما بيقولك لا حاجة واحدة، ومال